المهم، فالامور طيبه. شوف، أنا أحبه بالتاء ولا بدون تاء؟ لا لا، حبه بالتاء افضل لك، بالطاء ما يصلح. المهم، استغفر الله، السلام عليكم جميعا. طارت وعلت، وسبحان الله العظيم النمله لما تبى تتعذب تسوي جناحان وتطير وتيع راسها. طارت وعلت وطاحت في الامارات رسميا تحت الاعلام الرسمي. انا عند السياره حتى اطيح فيكم اليوم لسابع جد، والله العظيم لا اطيح فيكم اليوم اذا في سابع جد اساسا. اظني 3 و2، لان توكم من 62 الحين، يمكن يد وجدين. المهم، اخواننا الكراغل، الحين انا اناقشكم بهالمصطلح: عيال سنبلاغه، مخلفات العثماني، مخلفات الاستعمار الفرنسي. اسمع جيدا وسجل. الحين أليس من العيب والعار والوضاعة والنذالة أن تترك أو أن تكتب مقالا صحفيا مفصلا ومطول تجاه دولة ما، وفيه كل أنواع الدناءة والوضاعة والتطاول والإسقاط، وتضع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة بدل أن تضع اسم فرنسا؟ ألم يكن يجدر بكم الجزائريين أنتم صراحة أن تكتبون هذا المقال في حق فرنسا؟ أنت أيها الجزائري التبوني المبردع المبرمج الراكب على موجة النظام، هل الإمارات هي من استعمرتك أو من احتلتك أو من قتلت منك الملايين؟ هل الإمارات من خلفت منك شهداء؟ هل الإمارات من اغتصبت نساءكم في عهد الاستعمار؟ يا أخي بالعقل كيف تترك فرنسا اللي تزوجتك لعقود؟ فرنسا تزوجتك لعقود وأنجبت منك برج إيفل بحديد جزائري، وأنجبت منك مقعدا في الاتحاد الأوروبي، وأنجبت منكم ثروة وأطنان من الذهب الخالص. الفرنسي ياس يستفيد منه. أنجبت منك فرنسا احتياطي غاز مال 55 سنة. هل الإمارات ما نجرت عليك التجارب النووية؟ وحاشاكم حتى التجارب غيرها بعد. أليست الإمارات من نست اعتراضكم على ملف تأسيس الاتحاد الإمارات العربية المتحدة؟ أليست الإمارات من نست كل هذا ونست تآمركم مع إيران في 78 على أبو ظبي؟ أليست الإمارات من نست تخطيطكم مع إيران والقذافي من أجل اغتيال الشيخ زايد الله يرحمه والحسن الثاني؟ أليست الإمارات من نست كل هذا وساعدتكم؟ هل الإمارات هي من صدق من سوت فيكم من سوتها فرنسا؟ هل الإمارات هي من سوت كل ذا الشيء؟ الإمارات اللي تتهجم عليها كدولة أو كدويلة مثل ما أنت تصفها، إذا كان الرزق تحت الأرض فهي طلعته من تحت الأرض ونقبت عنه، وإذا فوق الأرض فهي صنعت وبنت واشتغلت، وإذا برا البلاد أتت به عن طريق الاستثمارات واستثمارات ضخمة، وبنكت شركات عملاقة وعالمية رأسمالية تتحكم في السوق. ولما نتكلم عن السوق نتكلم عن السوق العالمية. الإمارات لم تجعل شعبها يعاني في يوم من الأيام لا داخل البلاد ولا خارجه، ولا تجعله ينتظر على تأشيرات الفيزا الفرنسية، ولم تجعل الشعب الإماراتي يركب قوارب الموت من أجل الذهاب إلى فرنسا الذي استعمرت أبوه ونكلته وأخذت الجماجم وياه بعد. الإماراتي وين ما حل وارتحل وراه 129 سفارة 129 سفارة حول العالم، وإن لم تكن سفارة فيكون هناك ملحق في الدولة النامية. ثواني اتصال. الإمارات ليس هي من أتت بالجنرال بولوساريس ودمرت قرية بأكملها وقرى بأكملها جزائرية واغتصبت نساء الجزائر واختطفت أطفال الجزائر. الإمارات هي ليس من أتت بالحركيين والخونة الذين نهبوا خيرات الجزائر وقدموها إلى فرنسا على طبق من ذهب. الإمارات أنجبت من بين خير العباد وأعظمها وأرحمها وأحنها وأرجلها وأحكمها وأفطنها سيد الشيخ زايد الله يرحمه، من أسس البلاد ووحد العباد. والإمارات السبع وخلفه الشبل ابن الأسد محمد بن زايد. الإمارات يا سيدي الفاضل صنعت ولا زالت تصنع التاريخ وما سماه البعض بمعجزات اقتصادية وتاريخية ونهضة اقتصادية. أنت الحين وين؟ وحين وين والإمارات وين؟ الإمارات نهضتها الاقتصادية العظيمة تجلت في كل هالميادين اللي مستحيل أنت تحلم فيها، ومستحيل هالأرقام يتقبل راسك اليابس المدور، بدءا من الاتصالات ومرورا على الطيران والبنى التحتية والمتجلية في الطرقات وناطحات السحاب التي توفر الكثير من المساحة. تعرف على فكرة ناطحات السحاب اللي أنت تقول والله العظيم ليس الاقتصاد في كذا وكذا، وصولا إلى الصناعات العسكرية بأيادي إماراتية 100%، مو بصناعات فرنسية ولا صناعات أوروبية وغيرها. وخير دليل شركة إيديك الإماراتية، وكذلك الصناعات الآليات والمدرعات كشركة نمر الإماراتية. وركز ركز ركز على الإماراتية، ركز.
ركز على الإماراتية 100% بأيادي إماراتية، أيادي المواطن الإماراتي. أليست الإمارات من نست كل هذا وساعدتكم بموانئكم؟ أليست الإمارات من أعطتكم أسطول من الطائرات؟ أليس الإمارات من عبت مطاراتكم؟ أليست أدنوك الإماراتية من رفعت إنتاجكم من بين 2013 ل 2017؟ أليست الإمارات من تبرعت لكم ب 85 مليون أو 75 مليار دولار في ال10 سنوات الأخيرة؟ أليست الإمارات من استثمرت بشركات رأسمالية عالمية مثل دي بي وورد الإماراتية في مجال الموانئ؟ هاي الدويلة اللي تسميها أنت دويلة، تقول هالأرض المباركة الصغيرة لله الحمد، لأن نفتخر بانتمائنا، يفتخر كل مواطن وكل من عاش داخل التراب الإمارات أن ينتمي لها وأن تكون له علاقات دبلوماسية مع هالبلاد. أليست الإمارات من استثمرت بشركات رأسمالية عالمية؟ أليست الإمارات من الشركات العالمية هاي اللي استثمرت داخل الجزائر مسيطرة على العديد من الموانئ حول العالم؟ أليست الإمارات من قدرتكم وحسبتكم أناس فيكم أخلاق وإنسانية وفيكم رؤية استثمارية؟ لكن هيهات والحذر من آكل الغلة وساب الملة. واليوم تحققت مقولة صراحة والله العظيم مثل ما يقول المغاربة، تحققت مقولة الحسن الثاني حتى يعلم العالم مع من حشر الله في الجوار أو مع من حشركم الله في الجوار. والله تحققت مقولة اللي ربى ذئبا فقال له بقرت شويهتي وفجعت قلبي وأنت لثديها ولد ربيب غضيت بدرها ونشأت فينا فمن أنباك أن أباك ذئب إن كانت طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. الحين الإنسان سبحان الله العظيم الكلب كلب والصقر صقر، على قولة الباز باز ولو قطعت يداه والقرد قرد ولو صنع من ذهب. مهما كان هذا الإحسان ومهما كانت هاي المساعدات الإماراتية لبلادك ولا حلفائك ولا هاي اللي يدعمونك ولا فنزويلا اللي محط الرصن في رقبتك ولا حتى شو اسمه ولا حتى إيران اللي مدللتك وأساسا خراب أبوك وأبوها، كل هذا الشيء نسيته خليت فرنسا العدوة اللي استعمرتك مئات السنين وياي تتهجم على الإمارات اللي أطعمتك وأطعمت أبوك، وتهجمت على المغرب الذي نفس الشيء الذي أطعم ثوارك والذي أكلكم والذي ستر نساءكم والذي لبسكم في الحدود في أيام الاستعمار. ونسيت السعودية الذي نطقت على جانب لجانب مع الملك محمد الخامس في الأمم المتحدة باللغة العربية مطالبين باستقلال الجزائر، وتتهجم الحين على كل دولة ملكية. كل دولة شفت فيها تطور تبون بالتاء يا أخوي عثمان. المهم فالأمور طيبة. شوف أنا أحبه بالتاء ولا بدون تاء؟ لا أحبه بالتاء أفضل.